بيضة كلكم تعرفوها. منو ما ماكل بيض بحياته؟ هسه يطلع لي واحد بالتعليقات يقول ياني ما ماكل ولا مرة بحياتي. نادر، لازم اكو نادر بالتعليقات. لازم. البيض المسلوق اللي انا قاعد اكله صار له مئات السنين نفس الشكل، ما متغير. كلكم اول ما جيتوا للدنيا لحد هاي اللحظة بيض السلق هيك شكله، ما اجى طباخ اخترع لنا بيض سلق بشكل جديد. فاليوم عزيزي المشاهد راح اشوفك بيض سلق بطريقة جديدة. بما انه اليوم الحلقة راح نشتري منتجات ونجربها، فذاك اليوم كنت قاعد اقلب واتصفح بالنت وكان اشوف هاي الصورة مكتوب عليها علبة البيض، ومثل ما قاعد تشوفون عبارة عن علبة بلاستيك ما نعرف شنو سالفتها. المميزات مالتها مكتوب علبة ضد الحرارة مصنوعة من السيليكون يمكنك من خلالها سلق البيض بالشكل الذي تحبه. اوه ماي جاد. بيش؟ السعر مالتها 7000 دينار. السعر نوعا ما مقبول اذا سوي لنا بيض بالشكل اللي نريده. خلي نشتريهن ونجربهن وننطيكم رأينا. وكان يوصل لي المنتج مثل ما قاعد تشوفون عبارة عن صندوق. خلونا نفتح الصندوق ونشوف شنو سالفته. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، العب يابا. واو بين هواي. نشمر هذا اللي ورا عود بعدين. ثواني، النظافة من الإيمان، لا تسوون هاي السالفة. واني بالحلقات السابقة من كنت أسويها اتندمت، فقررت أجيب كيس وأذب بيها الكراتين والكياسة، لأن أني مسلم عيب علي أسوي هاي الحركات. شوفوا ما أقول لكم أني يوم ورا يوم قاعد أتغير. يجيني واحد يحط لي مقاطع قديمة يقول يقارن بيناتن، أنا الباكر أصير أحسن من اليوم، وهذا اللي قاعد أشتغل عليه. عموما نفتح هاي الكياسة ونشوف شنو سالفتهن. اوكي بسم الله. واو هذني كلهن عبارة عن قبقات او قبغات، شو يسموهن ما ادري. المهم اوه ماي جاد نذب هذا التشيس عد. اوكي نسيت. اوه ماي جاد خلينا نذبه بالتشيس. عموما اعتقد هذني اللي مصنوعات من السيليكون اللي راح نحط بيهن البيض السلق هنا، وهنا أنا راح نفنن انا وياكم ونسوي حركات ما مطروقه. اعتقد هاي شلون تتركب بالله؟ اعتقد هاي اللي فوق. اوكي لا اكو واشر لازم يقعد هنا واشر. اوكي حلو حلو. هنا راح تصير البيضة يا عيال، وهذا القبق يجي فوقها ينسد. خلونا نروح نجيب البيض ونرجع لكم. اوكي شباب، جبت طاسة مثل ما قاعد تشوفون حتى نطق بيها البيضة، وجبت بيضة. خلونا نطق البيضة بهاي الطاسة. اوكي ونديرها هنا. اوكي مثل ما قاعد تشوفون طقينا البيضة. كانت امنيتي اسوي بيضة سلق مخبوطة من الداخل، يعني اسوي بيضة سلق القى الصفار مخبوط ويا البياض. فهسه راح نسوي هاي التجربة. خلونا نخبط الصفار ويا البيض مثل ما قاعد تشوفون ونشوفه من ينسلق شلون راح يطلع شكله. انا متحمس. لازم شنو نخفقها خفقا تام. اوكي شو صارت؟ اي بنات لا عاد عبالكن بس هيك تسوي لها طق 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 وتدبوها بالطاوله. لا هاي طريقه الخفق الصحيحه بحيث كلها تتساوى. افتهمتي؟ سويها بهاي الطريقه وشوف شلون البيضه راح تطلع طيبه. هسه شنو هو؟ نجيب اوكي نسيت اغسل ذني، اغسلهن واجيكم. انا بي حاله نفسيه شباب، اي شيء اشتري من برا لازم اغسله، وهذا الشيء طبيعي صح لو لا؟ يعني حتى الاشياء المغلفه بالتشيز ما اعرف بقول لازم اغسلها، فخل اغسلها وارجع لكم. تمام. غسلتن وجيت. تمام. هسه شنو ندير البيضة اللي خفقناها بهاي العلبة السيليكون. نقول بسم الله. يكون ما نوقع على هاي ترى نديح. بسم الله. اوكي ما نخلي شي زايد شباب. باعوا مثل ما قاعد تشوفون عبينا العلبة بشكل كامل. هسه نسدها. اوكي مثل ما قاعد تشوفون شباب سويت بيضتين. هسه شنو لازم نحطن اثنيناتهم بالمي ونخليهن ينسلقن ونرجع لكم نشوف شكلها. وكان يستوي البيض. خلينا نشوف ايش سوينا بهذا البيض. اوكي خلينا نفتح اول وحده اللي هي هاي. ما اعرف شو احسها مثل ما قاعد تشوفون لينه. بسم الله. طبعا حاره. بسم الله. او ماي جاد قاعد تشوفون المنظر بيني وكم لولا. عموما خلينا نحاول نطلعها. شلون نطلعها؟ ما ادري شلون راح نطلعها. هاي ادفعها. اوكي وات
وات اوه قاعد باع شباب، قاعد تشوفون، شوفوا المنظر شباب. هسه يجي مرحلة الذوق شباب، بسم الله. او ماي جاد، واو الطعم رهيب، بسم الله. شباب رهيبة، طعمها يشبه البيضة الأومليت اللي تخبطها وتديرها تحمسها، نفسها بالضبط، نفس الطعم بس على مسلوق عينا، بسم الله. شباب الشعور من تسلق بيضة مخبوطة رهيب. تقييم لهذا المنتج 8 من 10، يستاهل، لأن فكرة جديدة. تقدر على فكرة تحط ببطنها لحم مثروم تحمسه وتحط ببطن البيضة لحم، واكيد يطلع طعمها شقاقي. وانا على فكرة ما عندي خبرة، ما اعرف البيضة كم دقيقة تنسلق، انا حطيتها 10 دقائق. بنات سيمك بيدك ما حد يفيدك، اكتبي لي بالتعليقات ايش كم دقيقة تحتاج البيضة حتى تنسلق بشكل كامل. نروح للمنتج اللي بعده. تمام، المنتج اللي بعده هي هاي السطلة. انت قاعد تشوفها سطلة صح، لكن هي مو سطلة. عزيزي المشاهد، 1 2 3 بق، هاي غسالة، مكتوب الغسالة الصغيرة. لا ومو بس هيك باوع، تشتغل على مدخل الشحن، يعني تشتغل على الباور بانك، تشتغل على شاحنة الموبايل. طبعا سعرها 20,000. ورأيكم صدق هاي تغسل ملابس؟ لو دي يضحكون علينا، احنا دائما ندور شغلات غريبة، وهاي الحلقة هي عبارة عن اختراعات غريبة، فخلوا نروح نشتريها ونرجع لكم. وكان توصل الغسالة. تخيل هاي غسالة، يعني حجمها ترى زين ها، بس مو الغسالة، يعني حجمها نقول حجم بلاي ستيشن مثلا، ما ادري يعني صراحة متحمس اشوف شنو السالفة. عموما خلونا نفتح الغسالة. ما ادري شنو سالفتها. اوكي تطبق حلو، بسم الله. واو شي بعد جوا ثاني؟ ماكو شي، نحط هاي بالكيس. اوكي مثل ما قاعد تشوفون شباب، هاي الغسالة الصراحة اذا طلعت صدق تغسل معناها كلش تفيد بالسفر. مرات الانسان من يسافر اكيد يقعد بفندق، فهاي تفيدك مثلا تغسل لك ملابسك اذا انت كنت قاعد بفندق لمدة اسبوع، لان الفنادق اكثريتهن ما بيهن غسالة. عموما خلونا نفتح الغسالة. ندب هاي بالكيس حتى بعدين ما ننظف. اوكي مثل ما قاعد تشوفون حاطين واير وحاطين وياه الشاحن. نايس والله، نايس يا عيال. طبعا هاي اعتقد هي اللي تفتر وتحرك الملابس، بداخلها ماطور مثل ما قاعد تسمعون. سمعوه شوفوا، بس لو مسويها على الكهرباء مباشر مو على مدخل الشحن كان صارت تعطي دفع قوي المفروض، يعني على ما اعتقد. خلونا نفتح الغسالة مالتنا الجميلة، ما ادري شلون تنفتح، اعتقد هيك ندفعها. اوكي ووو باشا صارت، هلا بالعيال. شوفوا حجمها شباب رهيب. اعتقد هاي تتقعد بنصها هنا جوا، وبيها مثل اللاستيكات تلزق جوا يعني تثبت بيها. تمام، فهسه اجى وقت التجريب. اوكي شباب مثل ما قاعد تشوفون هاي الغسالة، مثل ما قاعد تشوفون ثبت القاعدة مالتها وثبت الواير باللزقات حتى لا يتحرك من تشتغل الغسالة. فهسه شنو لازم نحط؟ شوية مي هنا على ما اعتقد، ونحط شوية تايد ونشوفها صدق راح تغسل الملابس لو لا. اوكي شباب حطيت مي بداخل الغسالة تقريبا للنص، فهسه لازم نجيب ملابس، فقررت اجيب ملابس مال جهال صغيرونة ونختبر بيها هاي الغسالة. فنحطها جوا المي ونجيب شوية تايد ندير فوقها. اوكي هسه حطينا تايد، هسه شنو يجي مرحلة التشغيل. انا متحمس اشوف شلون تفتر. جاهزين؟ اخ اسمع الصوت، اسمع الصوت. اوه وات، او ماي جاد، شو قامت تفتر؟ هاي شلون؟ وات، هاي وقفت؟ عبالي وقفت. او ماي جاد شوفوا شباب، قاعد تغسل. وات، قوية قاعد تفتر. العب. تشوفون شباب ترى رهيبة، دا احس المي صار اسود، تتباعون يعني طلعت الوساخة. باب شباب ترى رهيبة رهيبة شباب، يعني مال جواريب قلت لكم رهيبة، تغسلون بيها جواريب فتشي.
طبعا اكيد ما بيها مؤقت يعني تظل مدى الحياه تفتر ما طول انا مشكلها على الكهرباء. اوه ماي جاد فتشي. طبعا الغساله رهيبه ومثل ما قلت لكم كلش مفيده بالسفر، تاخذها وياك تغسل مثلا جواريبك. فتقييم لهاي الغساله 10 من 10. نروح للمنتج اللي بعده. طبعا المنتج اللي بعده هي الميداليه الذكيه. مثل ما قاعد تشوفون عباره عن ميداليه تربط بها مفاتيحك، تحطها بالمحفظه. المميزات مالتها يقول لك يمكنك ربط الميداليه على الهاتف. واو. ويقول لك تستطيع ان تصدر صوت قوي عند ضياعها. وات. ويقول لك تستطيع ان تجد الهاتف الخاص بك عند فقدانه عن طريق الميداليه. وات. السعر 5000. وات. نشتريها ونجي على السريع. وكان توصل الميداليه مثل ما قاعد تشوفون هذا شكلها. شوفوا كرتونتها احسها تعبانه، ما اعرف شنو السالفه. اوكي خلونا نفتح الميداليه ونشوف شنو سالفتها، وش تشتغل على الباتري، نربطها على التليفون على البلوتوث مثلا، ما اعرف. اوكي بسم الله. وهاي هي الميداليه. نايس. طبعا اكو هنا فد شيء ثاني ما ادري وين شو ماكو. هاي الفتحه مال شنو هاي ما ادري، اكو فد شيء بيها نقص المفروض ما اعرف. عموما شلون نشغل هاي الميداليه ما ادري. خلينا نحاول نربطها على التليفون ونشوف شنو ممكن تسوي. تمام شباب، هسه نزلت التطبيق مالته بعد بحث طويل. قوة لقيت التطبيق مال هاي الميداليه فنزلته وربطته على تليفوني. هسه بكل سهوله نفرض انه المفاتيح مالتي معلقهن بهاي الميداليه، اوكي؟ وفجاه ضاع مفاتيحي بالبيت. اريد المفاتيح يطلعن صوت. هاك اسمع تفضل اسمع. راح اضغط بالتليفون يعني ادخل على التطبيق واضغط على الميداليه راح تقوم تطلع صوت. باع. اسمع فتشي. زين هسه راح نطفيه. اكتشفت شغله انه مثلا تليفوني ضاع بالبيت وانا بجيبي هاي الميداليه واريد القى تليفوني. شلون؟ هم عن طريق هاي الميداليه، عن طريق هاي الدقمه اللي موجوده بنص الميداليه. من اضغطها راح تليفوني يطلع صوت. شوف بسم الله. اسمع. اسمع. المفروض هسه تليفوني انا حاطه بجيبي او وين احطه؟ حاطه هنا بيدي. باوع راح اضغط هاي الدقمه مرتين. باع. شلونه؟ فشباب ما اوصف لكم هذا الجهاز ايش قد راح يفيدني بهواي امور. اهم شيء يكون هذا متصل بالبلوتوث مال تليفونك، يعني يكون المدى مو بعيد. وعلى فكره هم بي خريطه يعني تقدر تحدد المكان مالتك عن طريق الخريطه. يعني شوف بيا مكان وقع منك يلقطه ويطلع لك مكانه وين انفقد. قاعد تتخيل ايش قد رهيبه؟ وسعرها كلش رخيص. واعتقد تقدر تحطها حتى بجنطتك مثلا او تحطها بمحفظتك اذا محفظتك ضاعت. وعلى فكره راح تقول لي هو يشتغل فقط على البلوتوث، يعني اذا تليفونك فصل بلوتوث او واحد خمط منك المفاتيح وراح بعيد بنفس الوقت راح يدز لك اشعار يقول لك ترى مفاتيحك او ميداليتك انفصلت من البلوتوث، فهم يدز لك اشعار. فانت بهاي اللحظه قبل راح تنتبه انه واحد خمط مفاتيحك. فتقييم لهذا المنتج 10 من 10. اليوم المنتجات رهيبه. بعد واحده اسمع. نروح للمنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده هو عبارة عن كوب يسموه الكوب الحراري. طبعا مثل ما قاعد تشوفون الكوب بيدقمه هنا تلاحظون، يعني الكوب يشتغل على الكهرباء او ما اعرف. خلينا نشوف مميزاته شو تقول. مميزات يقول لك يعمل على البطاريات. نايس. يقول لك يحتوي على زر دوران. وات؟ يعني تقدر تخوطه منه وبيه. يقول لك يحافظ على الحرارة. حلو. ثلاث شغلات رهيبات يسويهن بيش. اوكي السعر 10,000 دينار. صراحة يسوى، اذا كل هالمميزات البي يسوى، وشكله بصراحة رهيب. خلينا نروح نطلبه ونرجع لكم. وكان يوصل الكوب. طبعا وصلني بهذا الشكل بهاي العلبة ومرسوم هنا واحد ديخوط عن طريق الكوب. خلونا نفتح الكوب ونشوف شنو سالفته. اوكي نايس. مغلفيه بتشيس تعبان بس عادي. وهذا هو الكوب مثل ما قاعد تشوفون. نحاول نفتح ونشوف البطاريات وين. اوكي هاي هنا تحط المشروب. واو كوب داخله مثل الفريرة تفتر. ما اعرف مبين يمكم لو لا. تعالوا شوفوا هنا.
كوب داخله ما ادري تشوفون كوب داخله فشي يفتر باعوه هنا جوا لاحظون. عموما هاي الدقمه مالته. الباتريات وين تنحط ما ادري اعتقد هنا ننفرها لي ورا باعوا هيك او هيك. اوكي ياخذ باتريات مال ريموت. شوفوا ياخذ باتريين مال ريموت. خلونا نجيب باتريات. اوكي جبت باتريين ثاني هنا. اوكي ونسد القبق. اوكي طبعا هسه شنو المفروض يفتر. نجرب نقول بسم الله بسم الله. وات نايس. متحمس اشرب شي بداخله. خلونا نحط مشروب ونرجع لكم. اوه ماي جاد والله رهيب شباب. اوكي شباب طبعا حطيت بداخل الكوب نسكافيه او كابوتشينو. فهسه جاهزين تشوفون اللي راح يصير. يلا 1 2 3. شوف قاعد ينخاط والله رهيب. شوف ووع حرفيا عبالك صارت دوامة بالبحر. يعني دي يخوط بطريقة عجيبة. شوفون رهيب يا عيال. اوكي شنو تجي مرحلة الشرب. بسم الله. واو رهيب يا عيال. واحلى شيء بيه تقدر تغطيه بهاي الطريقة ويحافظ على الحرارة. يعني هم حافظ وهم خايط. انت بس تخيل. طبعا تقييمي لهذا الكوب 10 من 10 شباب. اليوم المنتجات رهيبة. نروح للمنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده هو جهاز تعديل الظهر. مثل ما قاعد تشوفون هذا الجهاز شباب فكرته يعدل ظهرك. اكو هواي ناس دائما يكون ظهرهم هيك نازل. فهذا فكرته شنو شباب يشد لك ظهرك. راح تقول لي شلون. انا اقول لك شلون. هذا الجهاز بيه مثل الهزاز. من راح تربط هاي التعلاقة على ظهرك بس تنزل ظهرك شوية راح يقوم يهز وينبهك يقول لك ارجع ارفع جسمك. فاشوف فكرته كلش رهيبة. بيش اوه ماي جاد سعره 10,000 دينار شباب. وظيفته تستاهل ترى. خلينا نروح نطلبه حتى نجربه ونرجع لكم. وكان يوصل الجهاز مثل ما قاعد تشوفون. وصلني بكرتونة صغيرونة بس اعتقد هو ملفوف جوه. خلونا نفتح الجهاز ونشوف شنو ممكن يسوي. اوكي بسم الله. شباب دائما تعلموا اي شيء تسووه قولوا بسم الله. أنا دائما يعني صارت هسه على لساني أي شيء أسوي آكل. حتى بحيث بالأكل قمت كل ما أشيل لقمة ويا كل لقمة أقول بسم الله مو بس مرة واحدة. وعلى فكرة اسم رب العالمين من تذكره على فد شيء ما راح يضرك. يعني مثلا أي أكلة أنت شاك بيها شيء مو زين دائما سمي عليها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بعد اسم رب العالمين شكبره الله. المهم نفتح الجهاز ونشوفه مثل ما قاعد تشوفون. هذا هو. وانا عبالي راح يجي باللون الابيض بس هم زين يجي باللون الاسود. ما اعرف على شنو يشتغل. هو بي يعني كباتري لو احط له باتري المفروض. على الشحن نايس. شوفوا شباب هذا مدخل الشحن. ان شاء الله بيه شحن. خلنا نلبسه. هذا منه بسم الله رهيب. اوه ماي جاد داحس جسمي انشد. خلينا نشغله. اوكي بسم الله. شو من هاي الدقمة اشتغل له شنو. هذا انزل المفروض هيجي. ما اشتغل. اوه ماي جاد شباب ما بي شحن. خلنا نشحن ونرجع لكم. اوكي شباب شحنت الجهاز. ان شاء الله هسه يشتغل. طلع تشبه نيثن دريك بلعبة انشارتد. هيك يلبس شايفين. يا الله. اوكي اشتغل قام يهز. اشتغل يا عيال. لا اسمع هزه بظهري ما اعرف شلون اسمعكم اياها بس اوكي. هسه انا راح انزل ظهري شوفه يهز ولا لا. ماكو يا عيال. شباب انضحك علينا. ماكو صار ساعه اسوي هيك. ماكو صدق كذب. نظل هيك احنا. اسمع الصوت بهزاز هسه بس ادوس. اسمع بس هيك يوقف. لا شد ظهري ولا بطيخ. المفروض ينبهني بس ادنق ظهري. شنو السالفه يا عيال. شوفوا شباب هو فكرة المنتج رهيبة بس هذا المنتج تعبان. يعني اعتقد اكو مثله بعد يهزز لين نزعته. فكرة المنتج تطفى دوخت نطفى اخر. المنتج فكرته رهيبة بس هذا الجهاز الكواليتي مالته تعبان. صار لي ساعة اشحن بيه. لو ادري بيه هيك كان ما شحنته. ما اعرف انضحك علينا يا عيال. تقييمي لهذا المنتج 1 من 10. نروح للمنتج اللي بعده.
المنتج اللي بعده هو هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز فكرته يشفط لك مي من اي شيء، وخصوصا من هاي الدبات مال مي. شلون يسحب ما اعرف، على الباتري لو على الشحن ما اعرف. سعره 10,000 دينار. اعتقد هذا الجهاز كلش مفيد، تقدر حتى تسحب بيه نفط، تحط له الصوب. ما اعرف يجي على بالي فكره ايش معنى مي يعني. مو احسن من هذا البام ما ادري ايش يسموه، هذا اللي تسحبون بيه نفط، هيك تسوون بيدكم، شايفين هذا هيك تسوون حتى تسحبون نفط. اشوف هذا كلش مفيد، تحط هاي بالدبه وتدوسه يذب لك نفط، مو صح؟ او تقدر تستخدمه لواي استخدامات. فخلينا نروح نشتري ونجربه ونرجع لكم. وكان يوصل الجهاز، سوري مثل ما قاعد تشوفون هذا هو الجهاز. اعتقد على الشحن يا عيال. حلو، اذا على الشحن رهيب، لا تبدل باتري ولا بطيخ، بس ان شاء الله يطلع بيه شحن، وهذا المطلوب. احنا ما نريد كل شوي نظل نشحنه، صار لي 4 ساعات اصور بالحلقه من ورا الشحن. خلونا نفتح الجهاز نقول بسم الله. هذا هو الجهاز. هلا بالعيال، والله حجمه يعني مرتب. اوكي، واو بوع شكله رهيب يا عيال، هيبه يا عيال. هذا مدخل الشحن منه اعتقد. شنو تعتقد؟ هو اكيد مدخل الشحن منه، ليش صر ما تفتهم؟ اوكي، وهاي الحديده مالته اللي تتركب اعتقد هنا. اوكي، هيك اعتقد بهاي الطريقه باعوا بهاي الطريقه، وبس تدوس هاي الدقمه يبدي يشفط. بس هنا شنو نحتاج هاي القصبه. شوفوها، نقعد هاي القصبه هنا. شوفوا شباب، شوفوا كبرها، نايس. هاي اذا عندكم دبه تخلوها فوق الدبه، ومن هنا تدير لكم مي رهيبه. بس ما اعتقد بالصيف تفيدكم، بالشتاء ممكن تشترون دبات مي بالشتاء وتصبون منها، لان الشتاء بارد، فالدبه هي اصلا باردة انت وحاطه برا، ما تحتاج براد، فهاي كلش مفيده. المهم خلينا نجربها، بسم الله، ان شاء الله يا رب تشتغل. اهو ما بيها شحن يا عيال. تعال اشحنها، كمان تعال اشحنها وارجع لكم. اوكي شباب، شحنت الجهاز، فهسه خلونا نربط هاي القصبة مالته. متحمس شباب، متحمس اشوف صدق راح يشفط المي لو لا. وراح اجيب بطل مي، ما عندي دباني حاليا حتى اجرب عليه، فراح اجيب بطل مي مثل ما قاعد تشوفون. فنفتح القبق مالته وندخل هاي القصبة جوه. اوكي، مثل ما قاعد تشوفون هسه دخلت القصبة. فهسه نجيب قلاص حتى نطبق عليه القاعدة مالتنا. اوكي، مثل ما قاعد تشوفون. يلا 1 2 3 بسم الله. وات اوه ماي جاد، شو يا عيال، شوفوا. يقرا ينترس، لا ما ينترس هو خلاص. رهيب يا عيال، بقوة سحب خرافية. شنو هسه؟ خلنا نعكس السالفة. وهسه شنو نحط بالبطل مثل ما قاعد تشوفون. يلا 1 2 3 بسم الله. اوكي. قام يتوخ. لا يا عيال، ركز لي على الجلاس لون راح ينشفط مع بعض. شوف تشوفون؟ اوه ماي جاد، رهيب شباب، جهاز رهيب شباب، بقوة شفط شقاقية. اوه ماي جاد، صدق يفيد. تقييم لهذا المنتج 10 من 10 بدون تفكير. المنتج اللي بعده عبارة عن أحجار، مكتوب الأحجار المضيئة، أحجار تضيء في الأماكن المظلمة. واو باش كل شباب، رهيبة. سعرها 5000 دينار. شو رأيكم نشتري نجربها لو لا؟ هسه السالفة بيها كذب، شلون يعني الضوئي؟ يعني تمتص الضوء وبالظلمة طلعة؟ ما أعرف، خلينا نروح نشتري ونرجع لكم. وكان يوصل المنتج مثل ما قاعد تشوفون. ما اعرف صدق راح تضوي لو كلاوات، ما ندري، لازم هسه نطفي الضوء حتى نجربهن. مثل ما قاعد تشوفون شباب، هذن الاحجار ناخذ من كل وحده لون حتى نجرب عليها، نفحص ابيض ازرق اخضر، بعد لنا اصفر. هذن كل الالوان الموجودات. هسه شنو لازم نطفي الضوء ونشوف هل فعلا هذن الاحجار راح يضوون بالظلمه لو لا. اوه ماي جاد شباب. قاعد تشوفون شباب، شو ذن يضون؟ قاعد تلاحظون؟ واو تشيز فتشي. هاي شلون ذن هيك يضون؟ بالله دقيقة خلينا نضوي عليهم بالفلاش، يعني نعطيهن اضاءة قوية ونشوف ان يضون لو لا. شوف هسه هاي الخضرة، هاي شوفوا اذا احركها راح اضويها بس يا وحدها. باعوا حطيت عليها، شوفوا يا عيال
صارت اقوى وحده بيهن. تشوفون سوي الزرقاء. اوه ماي جاد يا عيال. ديم. هذا تعرفون وين يفيد؟ يفيد اذا عندك حديقه وترشه بالحديقه مالتك، بحيث من تطفى الكهرباء تلقى الحديقه مالتك بها اشياء تضوي. بس انت تخيل المنظر. اوه ماي جاد. تقييم لهاي الالوان 8 من 10. نروح للمنتج اللي بعده. اوكي شباب، المنتج اللي بعده هي هاي الساعه اللي اسمها الساعه المجنونه. شو تسوي هاي الساعه؟ اوكي، المميزات يقول لك تقوم بالركض عندما يرن المنبه. وات بيها شروخ صحيح. واو فتشي بيش هاي 15,000. تركض شباب، تخيل تركض تهوس بالبيت من يدق اوه ماي جاد. بس اتخيل الفكره. لا شباب لازم نشتريها. نروح نشتريها ونرجع لكم. وكان توصل الساعه مثل ما قاعد تشوفون. خلونا نفتح الساعه ونشوفها صدق تركض من يدق المنبه لو لا. بسم الله. اخ شقيتها. يلا عادي ماكو مشكله. اوكي هلا بالعيال. هي شكلها هيبه اصلا، حتى لو ما تدق فشكلها اصلا هيبه. شنو بيها؟ شوفوا يا عيال شكلها بس باوع شكلها. تخيل هاي تركض. اوه ماي جاد. اوكي على شنو تشتغل هاي؟ على الشحن لو على الباتري؟ هو تعال افتح الدر نفيس. تمام فتحت البرغي. اوكي تشتغل على باتريين كبار وانا محضرهن، او 4 باتريات. اوه ماي جاد 4 يابا 4. هذا واحد مال ريموت. اوكي جبت باتريات مال ريموت. اوكي المفروض تشتغل. اوه اشتغلت. شنو هاي؟ صوتها كلش مزعج. 666 هاي. اوكي شباب مثل ما قاعد تشوفون هاي الساعة ساعة بيش المفروض نضبطها. اوكي شباب ضبطت الساعة وحطيتها على المنبه. المفروض بعد دقيقة تدق الساعة ونشوف ايش راح تسوي. هاي الساعة طبعا قدامكم. هاي نانكم اي وقع ما لكم علاقة. شوفوا بعد دقيقة بال24 دقيقة المفروض تتصل. شنو المفروض تدق؟ بال4 و19 دقيقة المفروض بال24 دقيقة يدق المنبه. مثل ما قاعد تشوفون هذا المنبه مكتب هاو هذا دي فوق. اوكي شنو هاي؟ شو ما قاعد تتحرك؟ وبعدين تحركي ما قاعد تتحرك. اوه ماي جاد ما تحركت شباب. نصبوا علينا. تعالوا خلينا نعيد مرة الاخ. حركة شوية شاته. بعد دقيقة المفروض 25 يدق المنبه. يلا فعلت مال الحركة المفروض هذه. شوف هاي الدائرة اللي هي هاي حرك دستها يعني هسه المفروض تتحرك. اصبر ماكو ما قاعد تتحرك. ما ادري شباب يعني نصبوا علي. صوتها حلو ورهيبة بس ما قاعد تركض شباب. وهاي السلسلة صراحة دق صرف. بس شو اسوي؟ على مود اسعدكم وتتونسون وهمي أنا ما تنخدعون بهاي المنتجات. فاللي هنا كافي بعد ما نريد نشتري لان صرفنا هواي فلوس. اشوفكم بالحلقة الجاية. باي باي. حط ديكور احسن لي. بس حلو المنبه مالته رهيب شباب. يقعد يعني مزعج كلش. كافي عمي كافي. خلصت الحلقة كافي. فلوسي خلصت بعد ما عندي. عندك فلوس اعطيني حتى راح اشتري بعد. تعاي شنو؟ تعاي اليوم ما اعطيتك حصتك. تعاي لا كافي هالمرة سماح. اشوفكم بالحلقة الجاية. باي باي. تعالي بابا سيمك بيدك ما حد يفيدك. يلا باي.